وخد خطيره المحاوله لمصلحه اورلاندو بايرتس. هات وخد خطيره خطيره، والهدف الاول ياتي الان لاورلاندو بايرتس. اختراق يعني سهل جدا، وهات وخد وتسجيل اول الاهداف بقدم اللاعب رقم 6. بنشاهد الان يعني مرور بسهوله نيتسو مايلو. هات وخد، وادي احمد شديد قناوي. هنا التغطيه كان لازم تيجي من شديد، مر بمهاره، صوب ارضيه قويه على يسار شريف اكرامي. يتقدم اورلاندو بايرتس باول اهداف المباراه في الدقيقه 11 من عمر الشوط الاول. هذه صعوبه هذه المباراه في مثل هذه الاجواء، وايضا يعني المعرفه بهذا الفريق اللي افريقي. لاعب رقم 15 أديلي جالي على تنفيذ ركلة الجزاء. شريف إكرامي وأديلي جالي شريف وضعها له على اليمين سهلة. الهدف الثاني الآن يحرز في مرمى شريف إكرامي. هدفين لأورلاندو بايرتس ولا شيء للنادي الأهلي في هذه المباراة. ثاني الأهداف يأتي الآن في الدقيقة 73 من عمر المباراة عن طريق اللاعب أنديلي جالي. صوبة قوية على يمين شريف يعني كان فاتح له الزاوية اليمين وبسهولة وضعها له على يمينه. النادي الاهلي هذه محاولة خطيرة لمصلحة اورلاندو بايرتس، تمريرة داخل منطقة الجزاء، مش ممكن. هدف الثالث بكل سهولة. مباراة يعني ولا أسوأ للاعبي النادي الاهلي. سيسو مايني والتمريرة في خلف المدافعين، وبثلاثة أهداف يتقدم الآن لاعبي اورلاندو بايرتس. هذه يعني على طريقة الكرة الخماسية، على الكرة داخل منطقة الجزاء خلف المدافعين. اللاعب رقم 15 أديلي جالي اللي سجل الهدف من ركلة جزاء، واسفيسو مايني بكل سهولة بيمر من شريف إكرامي وبيسجل أسهل الأهداف في مرمى النادي الأهلي. 4 مدافعين يعني لم يقوموا بواجبهم الدفاعي على أكمل وجه، سواء الهدف الأول اللي لم تكن هناك تغطية